حبايبي عاملين ايه؟ النهارده احنا بننبه تاني، يا ريت كل واحد معاه الست بتاعته يحافظ عليها. حافظ على الجوهرة اللي معاك. لما تبقوا ماشيين في مكان، ما تخليهاش تمشي وراك، خليها هي اللي تمشي قدامك. الرجولة اللي هي بتاعت البلد. زي ما بتطلع تقول كلام حلو بره للناس، يبقى لو كان هناك كلام كويس، يبقى المفروض ان اهل بيتي هم اولى بالكلام ده. ما ينفعش ان انا اطلع بره واقول يا حلو يا جميل الكلام ده كله. احنا بيتي اولى بيه. يعني ايه، حتى الرسول لما قال لك خيركم خيركم لاهله، ان انت تخلي الخير بتاعك او الحلو اللي جواك لأهلك، لأهل بيتك، لزوجتك، لولادك. مراتك اللي شايلة كل حاجة، شايلة البيت، بتطبخ لك، بتغسل لك هدومك. ويا ريت ما تعملش فاس السيد، يعني لازم تلتمس الأعذار برضو. يعني هي وراها بيت، وراها بتكنس البيت، بتروق، بتذاكر للأولاد. انت برضو ما ترميش الحمل عليها قوي. احنا يا جماعة والله مش بنحس بقيمة الجوهرة اللي في ايدينا غير لما بنفتقدها. لما بتوصل لمرحلة طلاق، ولا لا قدر الله. بعد كده انت يعني كانت بين ايديك، كان ممكن كلمتين حلوين. كنت ممكن تمشي الدنيا، كنت ممكن تتغاضى عن اشياء سهلة. حاجات ما ينفعش ان احنا نقف لبعض على الواحدة عشان المركب تمشي. انا بتنازل، انت هي بتتنازل، المركب بتمشي، مش كده؟ تيجي عن تجارب بعد الطلاق، بتقعد مع نفسك، تراجع كتاب حياتي يا عين. طبعا هو مش هيفيد بايه، وهيفيد بايه الندم على رأي اللي بيقول. راجع بقى انت كتاب حياتي يا عين، واقعد انت غني ظلموه. وهي خلاص ربنا يتولاها وراحت تتجوز واحد تاني، وانت تفضل زي ما انت، تفضل تأنب تأنيب الضمير. طب ما كنا عشان ايه تيجي تبص طبعا وتراجع نفسك وتراجع حساباتك وتعيد حساباتك، وتلاقي ان يعني حاجات كلها ما تستاهلش ان احنا نوصل نفسنا للغلط او نوصل للمراحل الكبيرة ديت. المفروض لو في مشاكل ان احنا نقعد نحل ونتناقش ونتشاور في الامور مع بعض. ونتفق على رأي واحد، ونشوف هنعمل ايه، ونخطط لمستقبلنا، ونشوف بكرة، ونشوف اولادنا، ونشوف تعليمنا، ونشوف برستيج حياتنا، ونشوف احنا هنعمل ايه في الايام اللي جاية. ونعين بعض على الحياة ومآسي الحياة وطاعة ربنا. نعين بعض على كل حاجة. وزي ما انت بتشتغل بره البيت وبتتعب، وبرضه هي بتشتغل جوه البيت وبتشوف الاولاد وبتشوف طلبات بيتك، وبتجهز لك برضه لقمة. انت بتبقى راجع تلاقي لقمتك جاهزة، هدمتك مغسولة، الحاجات دي كلها. فنلتمس لبعض الاعذار، ما نمسكش البعض على الواحدة ونوجع بعض في غلط. ويا ريت ما يعني انت ما تهنش زوجتك يا بت فلان ويا بت، والكلام ده كله ما ينفعش خالص يعني. لازم تتقي ربنا في الجوهر اللي معاك. تتقي ربنا في البني ادمه، هي بنت ناس برضو، سابت اهلها وسابت بيتها. المفروض ان انت تحترمها وتحترموا بعض وتقدروا بعض وتكونوا جادرين بالاحترام ده مع بعض. انا بما يرضي الله، بما يرضي الله يعني بشوف نماذج قدامي. يعني المعاملة، ما فيش معاملة طيبة، ما فيش كلمة كويسة. يعني حاجات ما ترضيش ربنا. فهي برضو زي ما انت ابن ناس وبتخاف وعندك كرامة قوي، هي برضو بنت ناس وعندها كرامتها برضو. و و و وان الانسانة ديت يعني بتحتويك. فانت المفروض تكون غير كده، تغير من اسلوبك شوية، تكون بني ادم، تكون راجل لها مش راجل عليها.